لماذا يعتقد نيان تسين تويمية من الناس أن الأهرامات تخفي أسراراً لم تكتشف بعد؟ بريك تايم بونت 5. دعونا نتعمق في هذا اللغز. الأهرامات المصرية عجائب العالم القديم الشاهقة أبهرت البشرية لقرون. بنيت هذه الهياكل الضخمة منذ أكثر من 4500 عام بدقة ما زالت التكنولوجيا الحديثة تكافح لفهمها. كيف نقل تلك الأحجار الضخمة؟ تشير إحدى النظريات إلى أنهم استخدموا نظاماً من المنحدرات والزلاجات، وتقترح نظرية أخرى أنهم ربما استخدموا الماء لتكوين سطح أملس لانزلاق الأحجار. عبقري، أليس كذلك؟ ماذا عن القوى العاملة؟ على عكس الاعتقاد الشائع، تكشف الاكتشافات الأخيرة أن الأهرامات لم تبنى من قبل العبيد، بل من قبل عمال مهرة تم إطعامهم جيداً واحترامهم. يتكون الهرم الأكبر في الجيزة وحده من أكثر من 2 مليون كتلة من الحجر الجيري، تزن كل منها 2.5 إلى 5 طن. تخيلوا العزيمة والإبداع الهائلين الذين تطلبهما لإنجاز مثل هذه المهمة الضخمة. ابقوا فضولياً، لأن قصة الأهرامات لم تروى بالكامل بعد. تغوص بشكل أعمق في ألغاز مصر القديمة، ومن يدري ما هي الأسرار التي قد تكشفها بعد ذلك.